ما تيجوا نعمل مع بعض طاجن بامية من أجمل وأحلى الطواجن اللي ممكن تاكلوها في حياتكم. طاجن البامية باللحمة ويدخل الفرن ما شاء الله يطلع حاجة عبقرية. يلا بينا نشوف مقادير وطريقة طاجن اللحمة بالطريقة البسيطة السهلة اللي إن شاء الله هتبقى من أجمل الحاجات في بيوتنا. آه، خصوصا شغل الطواجن والطاجن الفخار اللي بيتحط على النار مباشرة من غير شياطة. طبعا ده حاجات من الطواجن بتاعت الصعيد اللي مش هنلاقيها هنا. لازم هنا لما نجيب طاجن من اي مكان بنحط تحتيه شياطة. لا، عندنا طاجن بيتحط على النار مباشرة ويدينا افضل نتائج في قلي البيض، في اللحمة اللي هي بالبصل، او طاجن اللحمة بالفريك، او طاجن المسقعة، او طاجن البامية، او طاجن البسلة باللحمة. في كل الطواجن ما شاء الله حلو جدا وبسيط وسهل. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير وان شاء الله تكون حاجة سهلة